السلام عليكم. انتشر هذا المقطع وكتبوا فيه فرحة شعب غزة بفوز مين؟ بفوز السنغال، مع انه الفيديو مش في غزة والفيديو مضلل وكاذب، واللي نشره شخص جزائري فتان. تحياتي لشعب الجزائر لانه احنا اخوة، الجزائريين والمغاربة والفلسطينيين والتوانسة كلنا اخوة. فسيبوكم من الفتنة. وانتشر الفيديو كتير عند المغاربة وشفت الإساءات كتير للشعب الفلسطيني. دائما بدخلوا غزة اللي مش لاقي لا كهرب ولا مي ولا أكل ولا شرب. حسمعكم اللهجة تاعت الشاب، حسمعكم الفيديو. بدكم تكرهوا العالم في شعب غزة في أي طريقة، أقسم بالله مساد يا أخي، قرف اللي يقرفكم، أقسم بالله لازم تدخلوا فلسطين او غزه، لازم بدكم تكرهوا العالم فينا في اي طريقه، بدكم تكرهوا العالم فينا، رغم ان الشعب الغزاوي مظلوم مكلوم، كهرب ما عندوش، مي ما كهرب ما عندوش، اكل ما عندوش، برد. اليوم ماتوا اطفال من شده البرد وانت قاعد بتقول لي فرحه شعب غزه. بلا قرف يا زلمه، جايب فيديو من الجزائر وبتقول لي فرحه شعب غزه. تحياتي للجميع، لكن عيب سيبك من الفتنه، عيب. اقسم بالله انتوا بس في الفتنه، بس حطوا العرب في الفتنه. اقسم بالله اشي بيقزز يا زلمه، اقسم بالله يا راجل. شو هالقرف؟ اسمعوا الفيديو. حسبي الله ونعم الوكيل. بس السلام عليكم. هذه الرسالة موجهة لإخواننا في المغرب، حبايبنا وأهلنا وربعنا واللي بنفتخر فيكم. هذه الرسالة من ابن غزة لإلكم. بداية أنا يا جماعة الخير لا بحب الكورة ولا بحب اللي بتابعها ولا بحب اللي بيجري وراها، وفقدت الشغف فيها من ساعة ما بلشت الحرب. يا جماعة الخير، انتشر مقطع فيديو للأسف الشديد يقال إنه من غزة باحتفال فلسطينيين بخسارة المغرب لكأس أفريقيا، لكن يا جماعة الخير الفيديو غير صحيح، ليسوا من غزة، المكان هذا مش من غزة. غزة يا جماعة الخير لا فيها كهرباء ولا فيها إضاءة ولا فيها كافيهات ولا فيها أي نوع من الاحتفالات. الاحتفالات اللي بتشوفوها على السوشيال ميديا هي بس فقط للكافيهات الغالية اللي بيقعدوا فيها المشاهير. أما غزة يا جماعة الخير مدمرة، وأهل غزة والله مش فاضيين للكورة ولا فاضيين للتفاهات هذه. فأنتوا يا أهل المغرب إخواننا وحبايبنا وأهلنا. المغاربة مطبعين، المغاربة ما يحبوكوا يا فلسطينية، المغاربة يخدموا مع الصهاينة، واحنا كفلسطينية بنحب نقولكوا احنا مع المغرب ظالمة او مظلومة، واحنا مع المغرب قلبا وقالبا، واحنا مع المغرب من طنجة لقويرة في قلوبنا، والكو ديما مغرب، والكو لا عزاء للحاقدين، والكو الصهاينة اللي انتم بتتكلموا عنهم شفناهم كل يوم دعما ومظاهرات لهن في قطاع غزة، وبلادكم ما طلعت ولا مظاهرة عشان لهن في قطاع غزة. والكو الصهاينة هدول جمعوا تبرعات ملايين الدولارات وارسلوها لهن في قطاع غزة. والكو امستردام، ذاكرين امستردام شو صار فيها، ذاكرين ابتهال ابو السعد والدكتور يوسف، وشو بدنا نحكي عن المغرب ما نقدر نوفيهم في كلمة. والشعب المغربي ما يحكي هدرة خاوي او هدرة صافي. الشعب المغربي يشوف بالافعال في المظاهرات. من قبل الحرب كان يطلع يوميا مظاهرات في المغرب، وما يحكي كلام انه ظالمه ومظلومه معكم وانتم مش معنا ولا بتقفوا معنا، ولا حتى طلعت مظاهره واحده حتى في الحرب. المهم شفنا المغاربة على الواقع وليس على المواقع، وشفنا المغاربة بالافعال وليس على الاقوال، وديما مغرب وعمرك واحنا مع المغرب ظالمة ومظلومة، شاء من شاء وابى من ابى، وعمرك شفت السبع خايف كي يتخلع، وولد الصحراء والجمل والساقية الحمراء والنخل حمراء ونجمة بالخضر، وانا يا مغربي ويسعد دينكو واحلى عالم وديما مغرب. مرحبا، أنا عاهد فلسطيني وزوجتي مغربية، يعني نسائي بمغاربة. إذا أنت مغربي يبقى هذا الفيديو إلك. من هدف ضربة الجزاء يجي يا رب. حس فريق السنغال هو خاش الشيكة. تعالوا كلوا يقولوا رفع، تعالوا كلوا يقولوا اطلع برا. من قلب مخيم البريج حوالي 30 شاب يتمنون الفوز لفريق المغربي في نهائي كأس العالم. يا رب جول مربوحة مغرب يا ابو جابر، جول مربوحة بإذن الله، بإذن الله يا رب، بإذن الله يا رب جول، يا رب جول، يا رب جول، يا رب.
والله عاش يا رب جون يا مصطفى، يا رب جون يا رب جون يا رب جون يا دياز، يا رب جون، يا رب مربوحة، يا رب مربوحة، يا رب جون يا دياز، يا رب. بالعمدة ضايع عادي. مش عارف الشباب تتنبأ ان ابراهيم دياز عمل هذا الاشي بالعام. يا المنتخب السنغالي في كرة سريعة، اسماعيل يسار، اسماعيل خطير الحقيقة هو رجل النهائي في المغرب، والوقت يحكم للفايز في صالحه وللخاسر ضده. 4 دقائق والوقت الإضافي الثاني، وخطأ في موقع مناسب وصد الأخلص. فالكين استاذ ابراهيم دياز. غريبة وغريبة جدا. هذا مش تشات جي بي تي، هذه اجواء المباراه كانت في قطاع غزه في مخيم البريج في الكافي اللي انا قاعد فيه، وغير هيك كافيتريات كثيره كانت بتشجع المنتخب المغربي. فنحضر من الذباب الالكتروني، نحضر من العالم اللي مش سايب فلسطين بحالها ومتعامل مع فلسطين هي محور الكون. اي مشكله بتكون فيها فلسطين واي حاجه حلوه فلسطين ما بتعرف فيها، يبقى لحالنا نكون منطقيين ونفهم اكثر ايش هو هدف هذا الفتنة اللي بتنزرع في كأس العرب. كل الاحترام للشعب المغربي. هذا الفيديو ما فيش منه تشات جي بي تي، بنقدر نعرف ونتأكد. هذه هي أجواء قطاع غزة وقت المباراة، وقت البلنتي اللي ضيعه إبراهيم دياز. وإن شاء الله دائما بنشوفكم في الصدارة، والكورة ربح وخسارة، ويعطيكم ألف عافية. وشكرا لكم من قلب فلسطين، ومني أنا عاهد محمود. نسيبكم وزوجتي أم محمد دنيا إيد زكور من كيكو. يعطيكم العافية.